أنا أحمد بن طولون، مؤسس الدولة الطولونية في مصر، وأحد القادة اللي سابوا بصمة كبيرة في التاريخ الإسلامي. اتولدت سنة 835 ميلادياً في بغداد، وكان والدي من الأتراك اللي اتجابوا للدولة العباسية كجنود في جيشها. اتربيت في بيئة عسكرية وإدارية، وتعلمت الفقه والفروسية. من أعظم إنجازاتي المعمارية كان بناء جامع أحمد بن طولون. الجامع ده بدأنا نبنيه ما بين 876 و 879 ميلادي في مدينة القطائع، العاصمة اللي أنا أسستها. كان الهدف منه إنه يكون رمز لقوة دولتي واستقلالها، وكمان يبقى مكان للعبادة ومركز اجتماعي وثقافي. الجامع ده مميز جدا لأنه بيعكس الطابع البسيط والجمال الفريد للعمارة الإسلامية في بدايتها. مساحته حوالي 2.5 هكتار، وده بيخليه من أكبر المساجد في مصر. كمان في مئذنة فريدة جدا مستوحاة من العمارة العراقية، وبالذات